بعد 5 أيام لبداية بطولة الأجمل والأمتع في قارة آسيا، وهي بطولة كأس آسيا في قطر. مجموعات كأس آسيا والتي راح تكون افتتاحية كأس آسيا بين المنتخب اللبناني والمنتخب القطري. في المجموعة الأولى عندنا منتخب القطر المستضيف البطولة، والمنتخب الصيني والمنتخب الطاجكستاني والمنتخب اللبناني. أتوقع راح يكون المنتخب القطري في صدارة المجموعة، والمنتخب الصيني ثاني المجموعة، والمنتخب اللبناني ثالث المجموعة. أما في المجموعة الثانية عندنا المنتخب الأسترالي والمنتخب الأوزبكي والمنتخبنا السوري والمنتخب الهندي. أتوقع حيكون استراليا في المركز الأول، والمركز الثاني رح يكون المنتخب السوري، وفي الثالث رح يكون بالمركز الثالث رح يكون منتخب الأوزبكي. أما في المجموعة الثالثة عندنا إيران، الإمارات، وهونغ كونغ وفلسطين. الأكيد المركز الأول رح يكون إيران، المركز الثاني رح يكون الإمارات، وبالتوفيق للمنتخب الفلسطيني ويحقق المركز الثالث. أما في المجموعة الرابعة عندنا اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام. في المركز الأول حيكون المنتخب الياباني، وفي المركز الثاني المنتخب العراقي، وفي الثالث المنتخب الفيتنامي. أما في المجموعة الخامسة عندنا كوريا الجنوبية بمواجهة ماليزيا والأردن والبحرين، وأكيد المنتخب الكوري حيكون متصدر هذه المجموعة، وفي المركز الثاني حيكون المنتخب الأردني، وبالثالث المنتخب البحريني. أما في المجموعة الأخيرة مجموعة المنتخب السعودي وبمواجهة منتخب تايلاند وكيرغستان والمنتخب العماني. السعودية حيكون متصدرة المجموعة السادسة، والثاني حيكون منتخب كيرغستان، والثالث حيكون منتخب عمان. هذه توقعاتي لكأس آسيا والتخطي إلى الدور ال16، وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية، وإن شاء الله المنتخب السوري يتأهل لأول مرة للدور ال16 من كأس آسيا.